عمرك خدت بالك من نفسك كده في أول كل شهر وتقول خلاص بكرة هبدأ حياة جديدة؟ تحط خطة، تعمل جدول، تشغل فيديو تحفيزي قبل ما تنام، وبعد يومين بالكتير كل الحماس يختفي، وتحس إن في حاجة جواك بتقاوم أي تغيير، كأن في قوة خفية شداك لورا. المفاجأة بقى، اللي بيقاومك مش ضعف إرادة، اللي بيقاومك هو دماغك نفسه، بس مش لأنه عايز يكسلك، لأ، هو فاكر إنه بيحميك. النهاردة هشرح لك السر الغريب، ليه مخك بيكره التغيير، وليه كل ما تحاول تطور من نفسك يحط فرامل بدل ما يسرع. بس قبل ما نبدأ، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس، اللي جاي أعمق وأهم بكتير. الفصل الأول: العقل الغريزي ضد العقل الواعي. دماغك مش قطعة واحدة، هو متقسم لطبقات، كل طبقة ليها وظيفة. في جزء غريزي هدفه الوحيد إنك تفضل عايش، وفي جزء تاني واعي بيفكر ويخطط وعايز يطورك. العلماء بيسموا الجزء الغريزي ده دماغ الزواحف، وده مسؤول عن البقاء مش التطور. برمجته بسيطة جدا، أي حاجة جديدة يساوي خطر. علشان كده كل مرة تحاول تغير عادة، حتى لو عادة كويسة، الدماغ القديم يرفع الإنذار. تحس كسل، خوف، شك، تسويف، مش لأنك فاشل، لكن لأنك خرجت من المنطقة اللي مخك متعود عليها. الفصل الثاني: نظام الحماية الذكي. جوه دماغك حتة اسمها اللوزة الدماغية، ودي زي جهاز إنذار. أي حاجة جديدة أو مجهولة بالنسبة لها خطر، حتى لو حاجة مفيدة زي الرياضة أو التعلم أو تغيير أسلوب حياتك، تقوم بعتالك إحساس بالملل، قلق، ورغبة إنك تأجل. ليه؟ علشان ترجعك للمكان الآمن، الروتين القديم اللي دماغك حافظه ومطمن له. بس الخبر الحلو إنك تقدر تخدع النظام ده، لأن دماغك مش بيكره التغيير، هو بس بيكره التغيير المفاجئ. الفصل الثالث: إزاي تتغلب على مقاومة دماغك. لو عايز تغير بجد، ما تحاربش دماغك، اتفق معاه. ابدأ بحاجات صغيرة قوي، صغيرة لدرجة إن دماغك ما يحسهاش خطر. دقيقة مشي، سطر كتابة، صفحة قراءة. دماغك يقول دي سهلة، مفيش خطر. وبعد شوية يبدأ يعيد تعريف الأمان، والتغيير يبقى طبيعي. المفتاح مش السرعة، المفتاح إنك تغير الإيقاع بهدوء، لحد ما دماغك يقتنع إن التغيير ده أمان جديد. افتكر دايما، دماغك مش ضدك، هو بس مبرمج يحميك بطريقة قديمة. لما تفهمه وتشتغل معاه مش ضده، الحاجات اللي كانت مستحيلة تبقى جزء منك. فاسأل نفسك دلوقتي، ايه أصغر تغيير ممكن تبدأ بيه من غير ما تخوف دماغك؟ اكتبه في التعليقات، يمكن تكون دي أول خطوة لنسختك الجديدة.